اللجنه اتنصبت يا فندم. لجنة ايه؟ اللجنه يا فندم. لجنة ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجان احنا يا فندم لجنه حقوق الانسان. النهارده تابعنا جلسه حيه من نموذج محاكاه جلسه حقوق الانسان التابع للامم المتحده. جلسه مصغره حضراتكم تقدروا تقولوا عاملين شويه نشاطات بدل القعده. الوضع المتدهور للسجون والسجناء في مصر. نحن نناشد الحكومه المصريه لاتخاذ اجراءات تصحيحيه سريعه لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان. دكتورة سبايا سوسيولوجي. هتقول لك كنت تقعد ركابه وجعها. إن وفد جمهورية مصر العربية قد طلب الكلمة إعمالا لحقه في الرد على تلك الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. دكتور احمد حسونه. تحيا مصر يا عم. وعلى صعيد أوضاع السجون بذلت الدولة المصرية جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق 3 سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون. احنا دلوقتي عندنا مركز للإصلاح والتأهيل. ده مش معتقد ولا حتى سجن عادي، دي مجرد لوكاندا، احسن من اللوكاندا كمان. للشخص نفسه اللي بقى اسمه ايه نزيل، عارف على غرار النزل الفندقيه، على اعتبار ان كلهم من المثقفين والفلاسفه واصحاب الراي، انه اللي يدخل يطلع فعلا انسان شاف نظافه، شاف احترام. اهلا بك في الجحيم، انت في سجون مصر، والعبارة لمنظمات حقوقية. صباح الخير يا حبيبي. صباح الورد يا باشا. عايزك تظبط لي العيال دي تظبيطها اصلي، يخرجوا من هنا ودماغهم معدوله. سلام. مركز الشباب لحقوق الانسان، وفاة معتقلين داخل السجون المصرية اليوم. طلعوه بره وخبوا جتته في اي داهيه لحد ما يموت بكره، بعدين نبقى نتصرف. يا باشا بقول لحضرتك الراجل مات. وانا قلت يا نمره يموت بكره. احنا حريصين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. اثبت ايدك تحت، ايدك تحت. بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية، فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون. كل مرة هتيجي تهاجم بقيت انت كده ارهابي خارج على الدولة بتاعتي وخارب لي الدنيا. بص هشردك، العالم معايا، الفلوس معايا، السلاح معايا، الحشيش معايا، البانجو كمان معايا. طب انا كده قصرت كدولة في حق من حقوق الانسان في العلاج الصحي الجيد. وعاوز تعرف معنى الحريه؟ ده انت راجل صحيح. هو النهارده لما يكون عندي انسان يعني 2.5 مليون كل سنه، انا عايز اقول لك في مصر هنا بيتخرج كل سنه مليون. مش من حقه كانسان ان هو يشتغل ويعيش. انا مستعد اسمع منكم واسمع نصايحكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين. في دوله يعني ظروفها الاقتصاديه مش قويه. بس هي ايه؟ هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ عشان بس تبقى الامور واصله. الفقر بيدخل البلاد في متاهات، مش عارف الكلمه دي هتبقى صعبه علينا ولا، لكن اقبلوها مني. متاهه التخلف، متاهه الجهل والفقر وقله الوعي. يا بيسي البطلوده واسمعوده انا معاكم المعروضه. عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها، أكتر من 6 تريليون جنيه. الله دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار عشان الكرسي يقعد هو، ونخرب فيها ونخليها بلد كهن. وحتى لما اتعملت إجراءات واتعملت يعني انتخابات، جت يعني حكومة أو قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. عظيم انقلاب. ليه الدموع دي بس؟ 5 بالحب.